السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفول البيتي عملته واستوى ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. شوفوا الفول البيتي، اللهم صل على سيدنا محمد. الفول بليته يا حبايب قلبي، الفول البلدي بليته حوالي 3-4 ساعات، واول ما تبل معايا كده وطرى رحت بقى حاطه ايه، غسلاه كويس جدا، حاطه حله فيها شويه ميه بعد ما غسلته، وحاطه طماطمتين 2 وحطيته على البوتاجاز بطاط ما شاء الله، وبقى في منتهى الجمال بالطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. الفول استوى ما شاء الله. انا دلوقتي ههرس الفول بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هحط ايه الفول طبعا عشان اهرسه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بس كده عشان ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفول البيتي يا حبايب قلبي، الفول البلدي ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بقى عايزه ايه اهرسه حبايب قلبي. الفول عشان مستوي معانا قوي يتهرس باي حاجه، مش يعني انتوا لو اي حاجه كده هتلاقوه تهرس معاكم، يعني مش طيب جدا زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. شوفوا الحبايه مفتحه ازاي من الطياب ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله استوي خالص يعني ما شاء الله. يعني انا لو هعمله بالمعلقه كده مش بالهراسه هيتهري معانا ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. استوى خالص ما شاء الله، منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. فانا يا حبايب قلبي ايه، ههرس طبق الفول ده واحط عليه شويه طحينه وشويه زيت حار واظبطه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الفول البيتي يا حبايب قلبي؟ الفول البيتي في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. الفول البيتي طعميه برضو، عملت طعميه مع الفول النهارده، قليت طعميه برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. طعميه هياتي حبايب قلبي، بس ما كانش عندي بصراحه سمسم فما حطيتش السمسم ليها ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طعميه ما شاء الله خضرة بقى وجميله كده ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان وهشه مش مكتومه. اللهم صل على سيدنا محمد. هكسر معاكم واحده دلوقتي نشوفها كده مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله قلبها سفنجة خالص مش مكتومة وهشة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حبيب قلبي الطعمية البيتي والفول البيتي ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي انا ههرس الفول زي ما قلت لحضراتكم. ههرس الفول واحط له طحينة وزيت حار بقى كده واوضب الاكل بقى يا حبيب قلبي. انا قلت اصور معاكم واحط جبنة، وطبعا اكل شعبي، جبنة ولانشون وفول وطعمية وبيض يا حبايب قلبي وكده، وهحط مخلل، يعني اكل شعبي يا حبايب قلبي. دلوقتي انا هحط الاكل دلوقتي. انا قلت اصور معاكم، انا كنت هوضب الاكل وبعدين اصوره معاكم، فانا قلت لا اصور معاكم ايه الفول دلوقتي والطعمية وكده اهوت يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كده الفول ههرسه دلوقتي واحط له الطحينه والزيت الحار وليمون كده، هقفل نص ليمونه كده واحطه له بقى كده. وهعمل الفول طبعا احبشه واحط الاكل. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير وبصحه من داخل مصر وخارج مصر يا حبايب قلبي. لو وصلتوا معايا لحد كده بقى يا حبايب قلبي اوعوا تنسوني في اللايكات والاشتراك في القناه. قناه هانم البيت اللي لسه صغيره دي عايزاها تكبر بقى كده بفضل ربنا ثم بفضلكم. ونفسي بقى تخشوا كده على القناه كده وتفرحوني وتشتركوا فيها كده وتفرحوني، عشان ان شاء الله باذن الله انزل لكم كله جديد، وانزل لكم فيديوهات جديده وحاجات جديده واكلات جديده، وانزل لكم انواع الحلويات كلها. وطبعا باذن الله هعمل مونتاج قريب وهنزل باذن الله كل الفيديوهات في المونتاج باذن الله.
بس انا بصراحة عندي يعني ظروف وكده. ان شاء الله باذن الله قريب خالص هنزل كل الفيديوهات. في المونتاج باذن الله هعمل منتجات وحلويات باذن الله، وكل الاكلات بانواعها ان شاء الله باذن الله هصورها معاكم قريب ان شاء الله باذن الله. بس شجعوني عشان انزل لكم كل حاجه كله جديد، وهنزل لكم حاجات جديده، وتشجعوني عشان انزل لكم فيديوهات كتيره واعمل لكم مونتاج، وانزل لكم طبعا كل انواع الاكلات كلها بانواعها، واعمل معاكم الاكلات كلها بانواعها والحلويات بانواعها. شجعوني كده في لايكاتكم بقى واشتراكاتكم كده، واحس انكم متابعيني. فرحوني بقى يا حبايب قلبي، فرحوني يا حبايب قلبي وكده، وشجعوني يا حبايب قلبي عشان انزل لكم كل الاكلات كلها والحلويات بانواعها وكل حاجه بقى. حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لحد كده، وتنسوا اللايكات والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. طبعا هو مش امر، ده فضل من حضراتكم، ده انتوا تخشوا اي قناه تنوروها يا حبايب قلبي. واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.